السلام عليكم، أهلا بالجماهير التونسية وخاصة جمهور المنتخب. حبيت نحكي اليوم بعد ما ترشحنا بشق الأنفس ضد المنتخب التنزاني لعدة أسباب. أول الأسباب الإعلام التونسي، جماعة البلاتوات النبارة اللي ما يهمهمش مصلحة المنتخب، بل يهمهم الجوارات اللي محسوبين على كل بلاتو من البلاتوات اللي نشوف فيهم في التلفزة ولا في الإذاعات، وكلهم يدافعوا على الملاعبية، ما يدافعوش على المنتخب. همها الوحيد أن الجوار اللي حاجة به يلعب، ما نعرفش معناها ندرى هذا في مصلحة المنتخب التونسي ولا ضد مصلحة المنتخب التونسي. أنا حسب رأيي هذا ضد المنتخب، ضد مصلحة المنتخب. الإعلام التونسي هو اللي كان سبب باش سامي الطرابلسي كمدرب يكون على أعصابه الفترة اللي تعدت الكل في ثلاثة مقابلات اللي تعدوا، والملاعبية زاد. راهو الإعلام راهو ما خلاش سامي الطرابلسي يخدم في راحته، وما خلاش الجوارات يركزوا على المباريات النهار الكل، وهم ينبروا، وهم في هذا شبيه، في الخطة شبيهة، في أخبارنا نلعبوا هكا، في بالله نتصوروا يا سيدي في الماتش ضد نيجيريا إذا كان الخطة هذيك ربحنا بها، زعما باش تقولوا الكلام هذا؟ ما كنتش باش تقولوا الكلام هذا. قاعدين كان أنتم راكم ضد المنتخب. أنا كلامي كله الفيديو اللي عملته اليوم فقط حبيت نبين للجماهير التونسية أن الإعلام التونسي هو السبب الرئيسي في تدهور وتدني مستوى المنتخب التونسي، اللي دخل في المباراة الأولى بقوة ومن بعد تفشت العجالي. فهمتوني؟ يعني الإعلام هو السبب الرئيسي في تدني مستوى المنتخب. الملاعبية راهم بشر، راهم عندهم، راهم كيفنا، إحساس ومعنويات وثقة بالنفس تهتز. وقت اللي انت كل يوم كل ليله وانتم ناصبين البلاتوات، ناصبين المشانق للملاعبيه وللمدرب، كيفاش تحبوهم باش يهبطوا خايفين كل واحد يمس كوره يقول لك اخويا الله لا قدر نغلط ولا نفكوا هذه تماركنا هدف، يبدا يلعب وخايف. راهو ما يجيش، سيبوا الملاعبيه، حاسبوهم بعد كيف يروحوا. فهمتني؟ وانا متاكد راكم يا اعلاميين اذا كان باش تواصلوا في المنهج هذايا المنتخب راه باش يروح ضد مالي، وانتم السبب. يهديكم رب، يزي سيبوا المنتخب خليه يلعب، خلينا نتفرج. شو ذنبنا احنا كمواطنين باش نتفرجوا على منتخبنا وانتم كلكم ردتونا رواحكم اعلاميين وتعرفوا كور؟ هاكم طلعتوا ما تعرفوش الكور انتم تعرفوا الملاعبيه. كل واحد يحب يا خويا انا لعب لي فلان ولعب لي فلان. ها اللي يلعب لك فلان، ها يا سيدي، ها خذي بخاطركم سامي الطرابلسي. ها هبط الغربي من الاول وهبط تونكتي، ماكم قلتوا تونكتي جوار بتاع ربع ساعة 20 دقيقة، يعني تهبط في الديزيام ميطون. هاك تلقاه. ها اليوم وين تونكت يا سيدي؟ ماكم تونكتي نفختوا في صورة الراجل كعبلة، اليوم ما عمل حد شيء. وين تونكتي تاعكم ترى؟ ها يا سيدي خذوا بخاطركم سامي الترابيزي. وين هزيتوه المنتخب؟ تشعر طحن، تشعر لما كنت لنا ثاني تنزانيا وريت عادت هي في المرتبة الثانية، واحنا نلعبوا ضد المغرب، باش تربح المغرب والله كي تطيروا باللي تحب، باللعب، بالصلاة وبالتكرميس وبالتحكيم وبالكواليس. راكم تروح احمدوا رب تعديتوا في المرتبة الثانية وجيتوا ضد مالي. معناها ممكن فهمتني، مالي ماهيش بالقوة، متعادلة في 3 ماتشات، مركز 2 أهداف برك، احنا ماركين 6. صحيح دفاعنا يقبل لكن هجوم يسجل. بربي سيبوا المنتخب يا اعلاميين يا بلاتوات، يا سي اسلام المدب، يا شو اسمك انت يا معز بن غربيه اللي جاي في تونسنا، جاي ماهيش اخلاقيات نتاع اعلاميين، جاي تزاحم في الراجل في قناه تونسنا. صاحبي بكار اش عمل باش تقول لي لا منافسه ومن لا؟ عيب عليك، عيب عليك، جاي عامل بلاتو وشنو معناتها؟ اش تقصد به؟ فهمتني؟ ما عندك متى بلاتوات جايبين كيما قلت لكم جماعة الفتوات يزينة. لك يا معز بن غربية، لك فانجير، لا انت وجماعتك يا اسلام، يا عبد البهلال، يا كلكم، يا جماعة موزاييك، يا جماعة سيبوا المنتخب خليه يكمل هذا الدورة ذي، خليه يكمل لنا الدورة. فهمتني؟ خلي ساعة بعد كذا يروح خويا سامي الترابيزي والمنتخب، وهكا ما كنتم باش تكونوا سبب باش نسحبوا. سيبوا لنا المنتخب خويا، احنا كمواطنين نحبوا نتفرجوا على الاهتمام بتاعه.
يزينا من الهزان والنظان. مدرب سامي ترابيسي مدرب المنتخب يمثل التوانسه الكل. يزينا من الجهويات. سامي ترابيسي لا من طاقس لا من سوسه لا يدرب المنتخب راه يمثل التوانسه الكل. هذه لازم نفهموها التوانسه الكل. يزينا خويا، يزينا سايبونا المنتخب، سايبونا هذه كم سبور، واحد بياري واحد تعرف. ليله المقابله يسبوا في المدرب ويسبوا في اللاعبين ويحبوهم وغدوه يهبطوا يلعبوا ويعدوا مقابله به. مش قاعد بنا سيف، بنا روح، بنا عقليه، بنا معنويات. مش تلعب انا نحط الكره في رجلي نبدا خايف باش نكون سبب باش تتماركا لي هدف. سيبوا المنتخب يهديكم رب. يز ان شاء الله ضد مالي المنتخب ثم لياقه بدنيه طايحه شوي، فهمتني؟ شويه دروشي، فهمتني؟ مادام عندنا ملاعبيه بحول الله راهو ضد مالي باش نرجع، ما نجموش، فهمتني؟ نعدوا ماتش خايب كيما نيجيريا وكيما ضد تنزانيا اليوم. بحول الله ضد مالي باش نلعبوا نعدوا مقابله به. ربي يشجعوا المنتخب، ربي يقولوا كلام باهي في الجوارات وفي المدرب. خلينا نلعبوا مقابله مالي. عيشكم يا اعلاميين، ردتونا رواحكم وقال لك اكبر محللين. شيء طبيعي انا بعد نتفرج على المقابله باش نحللها. شو تو ديما تحليلكم سلبيه. يديكم ربي يزي. سيبوا المنتخب خلينا نربحوا ضد مالي ونتاهلوا للثمن النهائي على الاقل، على الاقل ثمن النهائي يا اخوي. خلينا الماتش اللي بعد مالي راه السينيغال. دعموا المنتخب ودزوا مع المنتخب ويزي من يزينا من الموجات السلبيه. ديما حتى خايب قول به يعطيك الصحه. شجعوه وبارك الله فيكم والسلام عليكم.